وصفتنا النهاردة سهلة جدا وسريعة ومغذية، تنفع للمناسبات وتنفع لأعياد الميلاد، تنفع للرحلات والمصايف، للفطار جنب كوباية شاي بلبن، تنفع كمان للتفريز. هقول لكم على كل الأسرار اللي تخلي معاكي العجينة تطلع هشة زي القطن وجميلة جدا. كل اللي هيدوقها هيشكرها، وانتي هتعتمديها وهتدعيلي من كتر جمالها. فلايك وشير لو عجبكم الفيديو، وصلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. وتعالوا نسمي بسم الله ونبدأ في الوصفة بتاعتنا. عشان نعمل وصفتنا للنهاردة امشوا بنفس الطريقة وبنفس الخطوات. عندي هنا طبق هنزل فيه بكيس من الخميرة الفورية، معلقة كبيرة مليانة من السكر، عندي هنا 4 كوبايات من الدقيق، هنبدأ ننزل ب3 معالق كبار من الدقيق. بقلب دول مع بعض كويس قوي. بعد كده عندي هنا كوباية من اللبن او الحليب الدافي، ببدأ انزل بيها. ببدأ اقلب المكونات دول كويس قوي مع بعضيهم، وبعد كده بغطي عليهم بطبق واسيب الخميرة معايا لحد لما تتفاعل. عندي هنا ال4 كوبايات دقيق، هنزل عليهم بمعلقة كبيرة من الكيك شيف. كيك شيف يعني ايه؟ يعني بيكنج باودر. هننزل بنص معلقة صغيرة من الملح، بقلبهم مع بعض وبنرجع تاني للخميرة كانت معايا اتخمرت. عندي هنا 4 معالق كبار مليانين من السكر، ونزلنا بمعلقة مع الخميرة، يبقى كده الوصفة فيها 5 معالق كبار من السكر. عندي معلقتين كبار من الخل، ربع كوباية من الزيت، وعندي هنا بياض بيضة فصلت البياض عن الصفار، ركنت الصفار على جنب، ونزلنا بالبياض في العجينة. عندي كيس من الفانيليا، وده اختياري في الوصفة لان كده كده منزلين خل فهيشيل اي ريحة زفارة. ببدأ اقلب المكونات دول لحد لما السكر يدوب معايا. هتقولي لي هو تقل كده ليه؟ هقولك لان الخل اللي احنا نزلناه واللبن دافي روب معايا الحليب، بيخلي الوصفة بجد معاكي هشة وخفيفة جدا. الخل بيخلي العجينة لونها فاتح وخفيفة جدا. بدأت اعجن طبعا، فكانت كوباية الحليب غلفت معايا الدقيق، فهنبدأ هنا عندي نص كوباية من المية وببدأ انزل بيها تدريجي. يبقى الوصفة بتاعتنا اخدت بالظبط معايا كوباية من الحليب ونص كوباية من المية الدافية. عجنتها كويس قوي لحد لما لمت معايا من الطبق بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي ونضفت لي الطبق. دلوقتي هنبدأ نرش عليها رشة من الدقيق. ابدأ الم العجينة بتاعتي من الطبق بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. شايفين العجينة ممتازة طرية جدا وقوامها حلو قوي. في طبق طبعا رشيت رشة من الدقيق، حطيت العجينة، رشيت عليها رشة دقيق كمان من فوق، وغطيتها بكيس بلاستيك بلفها بقماشة. وبما اننا في الصيف فهسيبها على الرخامة لحد لما تتخمر معايا. هنا طبعا بعد ما عجننا العجينة هنبدأ نعمل طبقة الكاستر. فعندي هنا كوباية ونص من اللبن أو الحليب، نزلت عليهم بمعلقتين كبار من السكر، معلقة كبيرة من بودرة الكاستر، معلقة كبيرة مليانة هرمي، وعندي هنا معلقة كبيرة ممسوحة من النشا، وكيس من الفانيليا لو حابة تستغني عنه عادي. ببدأ أقلب دول مع بعضيهم كويس قوي، وبرفعهم على النار مع التقليب المستمر لحد لما القوام بتاعهم بيتقل معايا بالطريقة دي. شايفين؟ ببدأ على طول انزل بيهم في طبق. احنا النهاردة هنعمل معجنات بحشوة الكاستر. بغطي عليهم بكيس بلاستيك وبسيبهم معايا لحد لما يبردوا وتكون معايا العجينة اتخمرت. شايفين العجينة بسم الله ما شاء الله اتخمرت واتضاعف حجمها. اخدت معايا بالظبط تخمير نص ساعة، يعني 30 دقيقة. رشيت رشة دقيق على الرخامة وحطيت العجينة، وهنبدأ طبعا ابططها بالطريقة دي، رش عليها رشة دقيق. وبعد كده طبعا هنبدأ نفردها. هفردها على هيئة او شكل مستطيل بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. وسمك العجينة رقيق جدا. هنا كان طبعا الكاستر معايا برد، فهبدأ اقلبه كده، وبعد كده هبدأ اوزعه على العجينة. مش قلتلكم ان وصفتنا النهاردة سهلة وسريعة ومغذية كمان؟ هبدأ اوزع طبقة الكاستر. شايفين كأنك بتدهنيه سمنة؟ شايفين الطبقة عاملة ازاي؟ طبعا وزعت طبقة الكاستر وسبت الجزء الاخير ما فيهوش كاستر. بدأت اسحب العجينة على الرخام عشان لما الفها رول تلزق معايا على طول.
دلوقتي عندي حبة من جوز الهند، هبدأ ارشهم كده، بيدوني طعم حلو قوي مع العجينة ومع طبقة الكاستر. بعد كده طبعا هبدأ الفها رول. اهم حاجة تقفلي كويس وانت بتلفي بالطريقة دي. وده كله من 4 كوبايات من الدقيق. والله العظيم بيديكي كمية مهولة من الفطائر بحشوة الكاستر، طعمها حلو قوي. شايفين اول ما لفيناها لزقت على طول، ما احتاجناش ان احنا ندبس العجينه لان احنا سحبناها على الرخامه، فاول ما لفيته رول لزق معايا. عندي هنا صينيه طبعا بدهنها حبه حلوين كده من الزيت، والسكينه بتاعتي ببدا ابدرها بالدقيق، وببدا اشيل الجزء الاولاني الحروف بتاعه العجينه. بصوا هي سمك العجينه بمقدار صابع زي ما انتوا شايفين. خلي ايدك ميزان كده في التقطيعة ان هي تطلع كلها نفس التقطيعة او تقطيعة متساوية. اهم حاجة ما تخليهاش سميكة قوي. ده كله من 4 كوبايات من الدقيق. حد يصدق ان احنا عملنا الكمية دي كلها ومقاسها كبير مش صغير ب4 كوبايات من الدقيق؟ بنبدأ بقى ناخدها كده ونحطها على الصينية بتاعتنا اللي احنا دهنينها دهنة زيت. بسيب بينها وبين اللي جنبيها مسافة عشان بترجع تتخمر وتدخل الفرن فبيتضاعف حجمها. انا هنا بضغط ضغطة خفيفة جدا على الوش بتاع المعجنات بتاعتنا، يعني ما بضغطش عليها بطاطها، بغطي عليها بكيس بلاستيك بسيبها معايا لحد لما تتخمر. اخدت معاكي قد ايه؟ اخدت معايا حوالي ربع ساعة وكانت اتخمرت بالطريقة دي. شغلت الفرن على اعلى درجة حرارة عشان يسخن معايا. وهنا عندي صفار البيضة اللي احنا ركناه، اللي حطينا البياض بتاعه في العجينة. حطيت عليه 2 معلقة كبار من اللبن او الحليب، ورقة من الفانيليا، وبدأت ادهن وش المعجنات بتاعتنا. دلوقتي طبعا هبدأ بقى ادخلها الفرن شغال على اعلى درجة حرارة. بدخلها الاول على الارضية، الصينية تسخن معايا، بسحبها وارفعها على الرف الوسطاني، واسيب النار من فوق ومن تحت على اعلى درجة حرارة. لو انتي الفرن عندك ناره عالية جدا ممكن تحرق الحاجة، يبقى هتخلي النار من فوق ومن تحت وسط لحد لما المعجنات بتاعتك تاخد اللون من فوق ومن تحت. شايفين التسوية؟ حاجة جميلة جدا. هنا كانت اخدت اللون وخرجت معايا على طول. ببدأ اغطي عليها كده بفوطة واسيبها معايا كده تهدى لمدة 2-3 وبشيلها من الصينية بمنتهى السهولة. شايفين؟ والله العظيم العجينة الكاميرا ظلماها قطن من جوه، حاجة كده اللهم بارك. طعمها حلو قوي، خفيفة جدا وهشة جدا. تعالوا بقى اقول لكم على طريقة التقديم. بتبدأ ترصيها بالطريقة اللي انت شايفاها دي. بنزل عليها بحبة سكر بودرة او سكر بودر. شايفين الجمال؟ كل اللي هيدوقها مستحيل يصدق ان هي معمولة في البيت من كتر جمالها. شايفين؟ ودي والله العظيم مش الكمية كلها، دي جزء من الكمية اللي احنا عملناها. وشايفين الواحدة كبيرة ما هي صغيرة. تعالوا بقى شوفوا قد ايه هشة جدا وخفيفة جدا وزي القطن، كل ما بتضغطي عليها بترجع تاني مكانها. بص بقى ملفوفة رول ازاي. شايفين طبقة الكاستر مع العجينة؟ حاجة جميلة جدا والله العظيم. مهما اوصف في الوصفة مش هلاقي كلام اقوله فيها من كتر جمالها. فاتمنى بجد تجربوا وصفة النهاردة لانها وصفة خيال. بصوا عاملة زي السحاب، العجينة زي القطن، حاجة جميلة جدا. بصوا 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 لون العجينة من جوه قد ايه هش جدا وخفيف جدا ولونها فاتح معايا. فلايك وشير لو عجبكم الفيديو، وصلوا على رسول الله.